الفيديو ده هتكلم فيه عن الهجرة وتحديدا الهجرة لأمريكا، بما اني واحدة عايشة في أمريكا دلوقتي بقالي سنتين. هقول لكم على نصايح مهمة تاخدوا بالكم منها، حاجات هتوفر عليكم سنين كتير وكمان هتغير حياتكم بالكامل هناك، وهيترتب على الكلام ده تجربتكم عموما في البلد. فتأكدوا ان انتوا تكملوا الفيديو لحد الآخر عشان ما يفوتكوش اي نقطة وتكون مهمة. اول نقطة هتكلم فيها وهي الطريقة اللي انتوا اصلا بتيجوا بيها البلد او ان وضعكم يبقى قانوني في البلد. مبدئيا كده ما تسمعوش كلام اي حد يقنعكم ان انتوا تيجوا البلد وتقعدوا وتكسروا الفيزا وتعملوا بقى اللجوء والكلام ده كله، لانه الطريق ده طويل جدا وفي الاخر كمان مش مضمون. وحتى لو ضمن لكم الموضوع ده بياخد وقت كتير قوي، وفي الوقت ده بقى بتتحرموا ان انتوا تشوفوا عيلتكم، بيبقى فيه صعوبات كتيرة على الصعوبات اللي هي اصلا بتبقى موجوده لاي مهاجر جديد. لانه مثلا مش بيبقى مسموح لكم ان انتوا تشتغلوا في الاول لحد لما تقارنوا وضعكم، فهتضطروا ان انتوا تقبلوا بشغلانات مش هتكون ان هي احسن حاجه، ولا من ناحيه الشغل ولا من ناحيه الفلوس، لانه في الاخر هما بيستغلوا ان انتوا مش هيبقى قدامكم حاجه تانية غير ان انتوا تعملوا الشغلانات دي. وخصوصا كمان انه في 25 و26 الموضوع كمان بقى بزياده، وبقت القوانين صارمه اكتر او بتتنفذ بصرامه اكتر، فما بقاش في مساحه قوي ان الناس لسه تيجي وتعمل ده. وطبعا بتكون بهدله للشخص نفسه التجربه بالكامل. وناس كتير جدا من اللي انا قابلتهم هنا هم بالفعل جم وعملوا كده من سنين، وبعد كده بعد مثلا 10 20 سنه لما بروح وبسالهم يعني انتوا رأيكم ايه في الموضوع ده، لا طبعا ناس كتير بتبقى ندمانة وحاسة ان هي لو كانت قعدت في بلدها كانت حققت حاجات اكتر، او على الاقل كانت كمان هتبقى وسط عيلتها. وما تفهمونيش غلط، انا مش بقولكم الهجرة في العموم وحشة، انا بقولكم الهجرة بطرق غير شرعية او غير قانونية طبعا بتبقى بهدلة جدا للواحد، سواء لو كان لوحده او سواء لو كان معاه عيلة. لو معاه عيلة كمان بيبقى الموضوع اصعب، وحتى لو هو كمان لوحده بيبقى صعب لان عيلته بتبقى في مصر، بيبقى مش قادر ان هو يشوفهم لفترات طويلة جدا زي 10 15 و20 سنة، فاللي هو جزء كبير جدا من العمر الواحد يعني. طيب يعني نعمل ايه بالتحديد في النقطة دي؟ الطرق القانونية موجودة وكتير، زي مثلا ان الواحد يجي دراسة وفي برامج بتحلكه بعد كده سنة او سنتين شغل، او ان الواحد مثلا يجي لوتري، او ان الواحد مثلا يجي جواز لو انتوا لقيتوا الشخص المناسب، او ان الواحد برضو يجي على شغل، ممكن ان انتوا تلاقوا فرصة شغل وتيجوا عليها. بس في فرص الشغل بالذات اتأكدوا ان هو مكان يكون معروف، وغالبا هتكون حاجة يا اما في البروجرامينج يا اما في الاعلام، يا اما بتبقى يعني شركات كبيره. ما تسمعوش كلام اي حد يبقى مش معروف ويقول لكم شركه مش معروفه ويقول لكم انا هجيبكم هنا على شغل، لانه الموضوع ده معقد وبيتكلف كتير قوي، فمش اي حد يقدر ان هو يعمله. فخلوا بالكم لانه النقطه دي بالذات ممكن ان هي كمان يبقى فيها نصب كتير. تاني نقطه بقى هتكلم فيها وهي الناس اللي بتيجي وتبدا ان هي تتقوقع جوه الجاليات بتاعتها وما تخرجش منها. يعني مثلا لو حد مصري يجي ويشوف هو المصريين فين ويقعد بقى معاهم وسطهم وكده، ما يطلعش بره الدايرة دي، او يعني اي حد من الجنسيات التانية، بس طبعا بما اني مصرية فبدي المثل ده. واقول لكم بقى على حاجة، يعني طبعا المصريين هنا مثلا شاطرين جدا وممكن ان هم فعلا هيساعدوكم في حاجات كتيرة، وعشان كده في ناس بتيجي وبتدخل على طول في الجالية دي وبتفضل جواها. بس الغلط بقى اللي هي تفضل جواها، لانه الجاليه المصريه مع انها كبيره هنا، بس هي بالنسبه للبلد عموما احنا قليلين. فالشخص اللي بيجي ويقعد مع الجاليه بتاعته وما يطلعش يشوف الناس التانية، بيبقى ان هو اكنه ما طلعش اصلا من البلد، لا بيتطور فكريا ولا كمان بيتطور مهنيا ولا بيتطور من ان هو يفهم النظام بتاع البلد. مهم جدا ان انتوا لما تنقلوا على بلد جديدة ان انتوا تفهموا السيستم بتاعها وتندمجوا مع المجتمع بتاعها من كل الاجناس والاعراق، وخصوصا اهل البلد نفسهم، لان ده هيفيدكم في حاجات كتير قوي سواء على المستوى الشخصي او المهني. هيفيدكم ان انتوا مثلا هتبداوا تمارسوا اللغة بشكل اكبر بكتير من الناس اللي بتبقى قاعدة مع الجالية بتاعتهم، فبالتالي بيتكلموا اللغة اللي هم اصلا جايين من بلدهم بيتكلموها. لكن لما تندمج مع الجنسيات التانية بتلاقي نفسك ان انت بتتكلم اللغة بتاعت البلد اللي هو هنا في أمريكا الإنجليش، فبالتالي بتلاقي نفسك بتتكلم إنجليش على طول، وده بيطور وبيحسن من اللغة بتاعتكم. ونقطة بقى اللغة دي مهمة جدا، لأنه صعب قوي انه
انتوا تبقوا عايشين في بلد ومش بتتكلموا فيها اللغة بتاعتها، ومش بس ان انتوا تبقوا بتتكلموا اللغة بتاعتها، بس ان انتوا كمان تبقوا متقنينها، وتحاولوا ان انتوا كمان لو عندكوا اي اكسنت او لكنة تحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها وتندمجوا اكتر مع اللكنة بتاعت البلد اللي انتوا قاعدين فيها. لانه ناس كتير بصراحة لما بتلاقي ان انتوا عندكوا اكسنت او لكنة بيستبعدوكوا من حاجات معينة، زي مثلا فرص الشغل، او مش بياخدوكوا بشكل جد، او مش شرط ان هم يقربوكوا قوي من دايرة صحابهم، مش عشان حاجة بس لان ده بيدي احساس ان انتوا مش موجودين هنا، او ان انتوا كمان ممكن ان انتوا هتبقوا فترة وهتمشوا من هنا. ده الاحساس او الانطباع اللي بيتاخد عموما. فاشتغلوا على اللغة بتاعتكم، حاولوا ان انتوا تقروا كتير بالانجلش، وحاولوا ان انتوا تخلوا معاكم البرنامج اللي هو جوجل ترانسليت. اول لما تلاقوا كلمة مش عارفينها حطوها على البرنامج، شوفوا فعلا هي معناها ايه. وممكن خطوة زيادة كمان ان انتوا تكتبوها، بس انا مش بعمل كده الصراحة. هو كفاية قوي ان انتوا بس تفهموا معناها، لانه مرة مع مرة كده كده هتسمعوا الكلام ده كتير، والمعنى بتاعها هيلزق في مخكم من غير ما تعملوا اي مجهود. رابع نقطة هتكلم فيها وهي الشهادة والكارير. لو انتوا جايين على البلد وانتوا اصلا كنتوا معاكوا شهادة في بلدكم الأساسية، وكنتوا مثلا بتشتغلوا سواء دكتور مهندس محاسب كل الكلام ده، ما تجوش هنا وترموا كل اللي انتوا عملتوه، لانه ببساطة شايفين ان الناس كتير بتعمل كده. ما تمشوش ورا الناس اللي بتعمل كده. طبيعي ان انتوا ماشي، ممكن اول لما هتيجوا البلد ممكن ان انتوا تشتغلوا اي شغلانة هتلاقوها، لانه بس انتوا بتبقوا محتاجين في اول فترة ان انتوا يبقى عندكم شوية استقرار مادي، فدي حاجة هتوفر لكم ده بشكل سريع. لكن مهم جدا ان انتوا ترجعوا على طول للكارير بتاعكم الاساسي، وده بقى سواء عن طريق معادلة، عن طريق دراسة، عن طريق اي حاجة انتوا محتاجين تعملوها علشان ترجعوا تاني في الكارير بتاعكم. حتى لو هترجعوا للكارير بتاعكم وهتبدأوا فيه من الأول، أحسن بكتير من ان انتوا تضيعوا كل المجهود اللي انتوا عملتوه في بلدكم وتيجوا تشتغلوا هنا أي شغلانة. وطالما انتوا أصلا كان عندكم الخبرة من قبل كده، فحتى لو بدأتوا من الأول هتقدروا ان انتوا تثبتوا نفسكم بسهولة وترجعوا لمكانتكم تاني وتترقوا وتوصلوا المكان اللي انتوا عايزينه. ممكن الموضوع في الأول ياخد شوية وقت، ممكن ان انتوا تحاولوا تقدموا كتير، ممكن ان انتوا تحاولوا تكلموا ناس، الحاجات دي كلها، بس في الآخر لو فضلتوا مصممين لا عادي جدا ان انتوا تيجوا تشتغلوا في الكارير بتاعكم اللي انتوا كنتوا شغالين فيه قبل كده. ما تسمعوش كلام اي حد يقول لكم لا هنا نظام تاني وهنا هتشتغل اي حاجة. تشتغل اي حاجة لفترة مؤقتة. انتوا هنا بيبقى عندكم فرص كتير جدا ان انتوا تكبروا في الكارير بتاعكم اللي انتوا كنتوا فيه من قبل كده. فخسارة جدا ان انتوا تبقوا في المجتمع ده وان انتوا يبقى عندكم كل المميزات دي وتضيعوها لمجرد ان انتوا تستسهلوا او تستسلموا بسرعة وتشتغلوا الحاجة اللي موجودة وخلاص وتكملوا عليها. وفي نقطة بقى المعادلة والشهادة وكده، فكرة الدراسة هنا في أمريكا عموما سواء بقى انتوا محتاجينها أو مش محتاجينها هي حلوة جدا، لأن هي بتدخلكم في شبكة علاقات وبتساعدكم ان انتوا تطوروا كمان شبكة العلاقات بتاعتكم وتعملوا نتوركينج كويس بيفيدكم في حاجات كتير. هتعملوا منه صحاب، هتعرفوا ناس هترشحكم في الشغل اللي انتوا عايزينه. ده غير ان هي كمان بتفهمكم أكتر المجتمع بتاع البلد وبتساعدكم ان انتوا تندمجوا فيه بشكل أسرع. وغير بقى الكلام ده كله انه يبقى فيه السي في بتاعكم شهادة من جامعة أمريكية، ده كمان هيسهل عليكم جدا في التقديم على شغلانات. فاللي معاه بكالوريوس ممكن يعمل ماجستير، اللي معاه ماجستير ممكن يعمل ماجستير تاني لو مش عايز يعمل دكتوراه، او يعمل دكتوراه. بس طبعا ماجستير بتبقى اسرع حاجة. وعموما هنا في جامعات كتير جدا، في جامعات حكومية بتبقى سعرها كويس، في جامعات بتبقى خاصة بتبقى سعرها اعلى شوية. فطبعا دي بتبقى كل واحد وعلى حسب ظروفه. وبلاش تروحوا للشهادات اللي هي بتبقى شكل بس واونلاين وبتاخدوها من غير ما تحضروا وخلاص، لانه مش ده الهدف بتاعنا من ان احنا نروح جامعة في امريكا. طالما انتوا دفعتوا كده كده فلوس او هتدفعوا كده كده فلوس، خدوا المميزات كلها اللي هي الدراسة، الشهادة، النتوركينج، المجتمع، وتحاولوا ان انتوا تفهموه اكتر والناس كمان تعرفكم. وعموما دايما افتكروا ان الدراسة دي استثمار، فما تبصوش للفلوس اللي بتروح ليها على انها فلوس ضايعة. دي فلوس بتستثمروها زي ما بتحوشوا، زي ما بتستثمروا في الذهب، زي ما بتشتروا عقارات. الاستثمار نوع من انواع الاستثمار هو الاستثمار في النفس او الدراسة. ومن النقط اللي انا اتكلمت فيها في نقطة الجامعة هي شبكة العلاقات او النتوركينج. ودي عموما حاجة مهمة جدا هنا، لانه طبعا في ناس كتير جدا هنا، وحتى لو انتوا بتقدموا على شغلانة اونلاين، فرصكم ان انتوا تتشافوا مش شرط ان هي تبقى كبيرة من كمية الناس اللي بتقدم. وهنا بقى بتيجي مهمة النتوركينج او شبكة العلاقات بتاعتكم.
إن أنتم تقدروا منها إن أنتم تبقوا عارفين حد في المكان وتكلموه تقولوا له على فكرة أنا شايف إن أنا مناسب للشغلانة دي، وعمومًا أنا قدّمت عليها، لو تقدر إن أنت ترشّحني لأي حد، ولو هُم شايفينّي كويس ممكن إن هُم يكلموني مثلًا، أو تقدروا كمان إن أنتم تكبّروا شبكة العلاقات بتاعتكم عن طريق الLinkedIn، وإن أنتم تبعتوا للناس وتتكلموا معاهم، أو إن أنتم مثلًا تحضروا مؤتمرات، خلّي معاكم في المؤتمرات دايمًا كارت اللي هو business card، وإن أنتم تروحوا تتكلموا مع الناس وتعرفوا نفسكم، وتدّوا لهم الكروت بتاعتكم. ممكن كمان هنا عادي جدًا إن أنتم تنزلوا وإن أنتم تشربوا قهوة في مكان وتتكلموا أكتر وتعرفوا بعض أكتر والكلام ده كله. ومش شرط إن أنتم تعرفوا الناس بس اللي هي هتفيدكوا دلوقتي، اعرفوا الناس عمومًا، لإنه هتلاقوا في وقتٍ ما هتحتاجوا بعض. هتقولي لي طب إيه يعني اللي هيخلّي الناس إن هي تدّيني الفرصة دي؟ لإنه ببساطة مش شرط إن أنتم عشان أنتم دلوقتي في الفترة دي أنتم اللي بتحاولوا إن أنتم تتعرفوا على حد، أو إن حد يساعدكم، إن ده هيبقى الوضع على طول. ساعات كتير صدقوني الوضع بيتشقلب، وتلاقوا الشخص اللي هو كان بيدوّر على فرصة بقى كِبِر جدًا في الcareer بتاعه، وبقى هو الشخص اللي الناس ساعدته في الأول، هم اللي بيطلبوا منه المساعدة قدّام. فما تفكّروش في الموضوع بالشكل ده. هاتكلم بقى دلوقتي في الناحية الاجتماعية والصحة النفسية، لإن ده جزء مهم جدًا لأي حد بيهاجر. أنتم بتيجوا على بلد مش عارفين فيها حد، وزي ما قُلت لكم بتروحوا يعني الناس في العادي بتعملوا إن هي بتروح للجالية بتاعتهم وكده، وبيحاولوا إن هم يعرفوا الناس هناك، بس مش دي الطرق الوحيدة اللي أنتم المفروض تبقوا بتعرفوا بيها ناس أو بتعملوا بيها صحاب. وخلّوا بالكم في فرق كبير جدًا بين إن أنتم تعرفوا ناس، وإن أنتم تعملوا دايرة صحاب. وهنا أنا باتكلم على دايرة الصحاب، إن أنتم يبقى عندكم دايرة صحاب في أمريكا دي حاجة مهمة جدًا، لإنه الناس هنا هتلاقوهم على طول بيخرجوا أو بيكلموا بعض أو كده، فالوحدة عمومًا هتضايقكم، هتحسوا إن أنتم بدأ يبقى عندكم اكتئاب، فإن أنتم تعملوا دايرة صحاب قريبين ليكم دي مش رفاهية، دي من الأساسيات. وما تخلّوش تاني دايرة الصحاب دي تبقى من الجالية بتاعتكم، حاولوا إن أنتم تخلّوهم من جنسيات مختلفة. نوّعوا صحابكم لإن ده هيفيدكم كمان إن أنتم تفهموا ثقافات كتيرة وتثقفوا نفسكم وتفهموا حضارات وبلاد تانية. وعمومًا هنا سهل أوي إن أنتم تعملوا صحاب، سواء حد كان ماشي في الشارع واتكلمتوا معاه، حد كان قاعد جنبكم في القطر واتكلمتوا معاه، حد رُحتوا حضرتوا event واتعرفتوا على حد وهيعرّفكم على بقية الناس التانية. فسهل جدًا والناس بتبقى عامةً منفتحة إن هي تعمل صحاب. لإنه ناس كتير أوي زيّها زيّكم بيبقوا جايين البلد وهُم مش عارفين ناس، فبيبقوا هُم كمان عايزين إن هُم يعملوا لنفسهم دايرة صحاب. وما تسمعوش كلام أي حد يقول لكم الناس هنا وِحشة، الناس هنا مش عارفة إيه، بالعكس الناس هنا لطيفة جدًا وبيساعدوا بعض جدًا، وهتلاقوهم بيساعدوكوا أوي وبيفهموا كمان وضعكم على طول. بالعكس باحس إن الناس هنا كمان ساعات لو أنتم انشغلتوا بيبقوا متفهمين جدًا لحاجة زي كده، وده مهم جدًا لإنه في أول سنة دي أو مش أول سنة الصراحة، أول كام سنة يعني من سنة ل3 ممكن كمان ناس تبقى بالنسبة لها 5 سنين. الفترة دي بتبقى فترة انتقالية وفترة صعبة، فترة بتتأقلموا فيها على الوضع الجديد والبلد الجديدة واللغة الجديدة والشوارع الجديدة والشغلانات الجديدة وكل الحاجات دي. فبتبقى فترة صعبة وممكن كمان إن هي تأثر على صحتكم الجسدية والنفسية. هاكلمكم عن صحتكم النفسية، ما تتكسفوش أبدًا إن أنتم تطلبوا دعم طبي، بإن أنتم تروحوا تتكلموا مع دكتور أو تبقوا متابعين مع حد عشان تتأكدوا إن أنتم صحتكم النفسية دايمًا كويسة، أو إن أنتم حتى تشوفوا حد من صحابكم القريبين اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عنهم وإن إحنا عملناهم، ودايمًا تكلموا بعض، تسألوا على بعض وتshare معاهم كل حاجة بتحصل لكم عادي جدًا. ومهم إن أنتم تعرفوا إنه الضغط النفسي في الفترة الانتقالية دي بيبقى عند ناس كتير أوي، وعادي جدًا إن أنتم هتحسوا ساعات إنه لأ، دي كانت خطوة غلط، وإنه ساعات هتحسوا إن أنتم عايزين ترجعوا. بس طالما أنتم عندكم خطة وماشيين عليها وشايفين إن فعلًا في تحسُّن، حتى لو أنتم في فترة صعبة أو ضغط نفسي أو كده، حاولوا إن أنتم ما تستسلموش للإحساس ده، وتركزوا على الخطوات اللي أنتم ماشيين عليها وتكملوا الطريق بتاعكم علشان ما ترجعوش تبدأوا من الأول تاني. ولأنه فعلا البلد هنا حلوة وفيها فرص، بس عايزة الشخص اللي يجتهد جامد جدا 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 ويشتغل على نفسه قوي وما يستسلمش. وفي الآخر عايزة أقول لكم إنه أمريكا زيها زي أي بلد، فيها مجتمعات وفيها طبقات وفيها مناطق حلوة وفيها مناطق وحشة وفيها فرص كويسة وفيها فرص مش كويسة. فولا هي بلد الأحلام ولا هي في نفس الوقت مكان مش حلو وضلمة والكلام ده كله. ما تسمعوش رأي حد، ما تاخدوش تجربة حد
امشوا انتوا في تجربتكم، وحاولوا ان انتوا تخلوا الطريق بتاعكم مناسب للي انتوا كنتوا بتعملوه قبل كده، وبتحاولوا ان انتوا تبنوا عليه. ناس كتير قوي هنا بتنجح جدا، وبالعكس بتنجح اكتر كمان من الناس اللي كانت مولودة هنا او هنا من وهي صغيرة. وفي نفس الوقت انا برضو مش بشجع حد ان هو يهاجر او ما يهاجرش، لاني الصراحة شخص بشوف انه الشخص ممكن ينجح في اي مكان وممكن يفشل في اي مكان. ده بيعتمد اكتر على الشخص والخطوات اللي هو بياخدها في حياته، مش على البلد اللي هو فيها. ولكن برضو انا حبيت اعمل الفيديو ده لاي حد مثلا ظروفه خلته تسافر، او ظروفه كانت كده، او هو عايز ان هو يسافر. فعموما دي كل النصايح من التجربة بتاعتي. ولو حابين ان انا اتكلم اكتر في موضوع الهجرة او موضوع امريكا او مثلا الشغلانات اللي موجودة هنا او الفرص اللي موجودة هنا، ما عنديش اي مشكلة. اكتبوا لي في الكومنتات، وممكن ان انا اعمل لكم اجزاء تانية. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.